ليه بس قطعتيها كده؟ عشان لازم نعمل منها حاجة مفيدة. الجيبة دي معانا ما كناش بنعرف نستخدمها، بس هنقدر نعيد تدويرها. عملنا منها احلى فستان ممكن تشوفيه، وممكن تعملي البنوتك من نفس الجيبة دي. لو انت حابة تشوفي الفيديو خطوة بخطوة هتلاقيه على قناتي على اليوتيوب، هسيبلك اللينك في التعليقات. التصميم بتاع الفستان ده سهل وبسيط جدا، لو اتبعتي نفس الخطوات دي اكيد هيطلع معاكي مبهر. ده فستان بنوتة صغيرة طلعناه من الجيبة اللي احنا لسه قطعينها مع بعض دي، وبيلبس لحد 7 سنين. عندنا هنا الجزء الأمامي والجزء الخلفي قصيناه، وعملنا كمان ربع كم، وعملنا جزء فراشة من نفس تصميم الجيبة بنفس القصر بالظبط، وقصينا كل التفاصيل دي وقفلناها مع بعض خطوة بخطوة. وعملنا كمان حزام جميل عشان يلمنا كل المقاس الزيادة، عشان البنوتة لسه أصغر من 7 سنين، بحيث ان هي كل ما تحتاج تزود شوية من المقاس، وكمان يفضل معاها فترة طويلة. وهنا ده الجزء الكالوش بتاع الفستان اللي احنا عملنا فيه نفس الكسر اللي كانت موجودة في الجيبة. وهنا يكون معانا قطع الفستان كلها جاهزة على الشغل على المكنة بس، ويكون معانا التصميم جاهز. وبعد ما خلصنا الشغل كانت دي النتيجة. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، وتابعوني على الفيسبوك والتيك توك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.